مطلوب لك ايه؟ ما انا مش عايزه اكلفك يا ابني. يا ستي بس قولي عايز تاكلي ايه احنا بس؟ كنا هناكل اي حاجه في البيت يا ابني. ادينا خرجنا يا اما هتاكلي ايه؟ خلاص هات ربع كفته وربع فراخ. ماشي، وانت هتاكلي ايه؟ انا هاكل بيتزا. انت بيتزا؟ هو احنا هناكل 3 انواع؟ ما هي يا اما عايزه بيتزا، ايه المشكله؟ ما تاكل معانا من اللي احنا هنجيب. هي عايزه البيتزا نجيب لها بيتزا، ايه المشكله؟ طب وهي الفراخ وحشه هي والكفته؟ انا مش عايزه فراخ وكفته يا ماما، انا عايزه بيتزا. ايه مشكلتك انت يعني؟ هي الاكل بالعافيه؟ بس هي بتحب الفراخ يعني فهو. لا اله الا الله. طب هي عايزه تاكل هنا بيتزا. كلي انت معانا يا ماما بيتزا. لا ما بحبش البيز. ليه؟ ده بتبقى جميل. لا اما انا هطلب زيك بيتزا. خلاص ماشي. اشمعنى يا ابني تاكل زيها بيز؟ عايز اكل بيتزا يا اما. هي طالما قالت انا عايزه اكل بيتزا بعد ما قلت هاكل معاكم كفته وفراخ، عايز تاكل معاها بيتزا؟ اما الاكل ده مزاج، ولازم بدل انت بتاكلي حاجه ناكل منها. ده عشان هي قالت بس. والله ما عارف انت ايه اللي يزعلك في كده يعني. اصل بعد ما قلت ان انت هتاكل معايا رجعت تاني تقول اكل بيتزا. المفروض ان انا امك تسمع كلام انا. هو دي فيها اسمع كلامك؟ يعني انا هاكل لوحدي يعني؟ هم احنا خارجين ننبسط وناكل لقمه، هم ملوش لازمه الكلام ده. كان يبقى من الاول. معلش معلش يا حاج. انا غلطانه اللي انا جت معاك عشان تاكلوني حاجه وانت حاجه. يما لو عايزه زينا نجيبنا. يا عم لا انا مش عايزه خلاص قوم. خلاص يما اقعد، انا هاكل معاك مش هاكل بس. هي كمان تاكل معانا، احنا هنطلب 100 طلب. هو انت يما اللي هتعملي الطلبات، ايه مشكلتك يعني؟ ما هو مصاريف عليك يا ابني. تاكلي يا بنتي زينا؟ لا انا مش هاكل خالص يا عمرو، انا قايمه ماشي. طب اهدي بس يما. انا مش هاكل خالص، ولا هاكل بيتزا ولا هاكل فراخ مشويه. انتوا عايزين تنزلوني تاكلوني على مزاجكم. يما ما تاكل اللي هي عايزاه. خلاص بقى يا عم. انا غلطان ان انا خرجت معاكم اصلا. يلا يلا قوم، يلا قوم.